في تكتيك في الشطرنج اسمه الاتراكشن او الجذب، ومعناها انك انت بتجذب قطعه الخصم، او معناها انك انت بتدي طعم للخصم بتاعك. اول لما يبلع الطعم ده تكسب من وراها قطعه تانية اكبر، او تكسب من وراها ماتريال اعلى. زي الموقف اللي معانا كده بالظبط. في الموقف ده انت هنا الابيض تعمل ايه؟ في الموقف ده انا هربط الايه؟ هربط الوزير على الملك بالشكل ده، فلازم هو ياكل الفيل لان هو مربوط. فاول لما ياكل الفيل بالشكل ده كده سمح لي ان النايب بتاعي ينط في المربع ده يعمل فورك على الايه؟ على الملك والوزير، وابقى انا كده كسبت الجيم، لان هو اول لما هيمشي الملك هياخد الوزير. طب ناخد موقف ادفانسد منه او موقف اعلى شويه منه، اللي عليه الدور المفروض ان الابيض يلعب ويكسب. انا عايز حضرتك تقنعني ازاي. وقف الفيديو وفكر، وانا هنا هعتبر انك وقفت وجيت، بس الموقف صعب. فهنا هتلعب اول نقله زي ما انتم كلكم متوقعين، هي روك اي 8. سايب له طبعا الطابيه، عشان اول لما ياكل الطابيه بالشكل ده انت تروح تلعب له بيشوب اف 3 سكيور وتاخد الوزير بتاعه، يبقى انت كده كسبت. وفي نفس